على بعد 85 ميلا بحريا من محافظة الحديدة، تستمر حرائق ناقلة النفط سونيون بالتصاعد إثر هجوم حوثي تعرضت له ضمن هجمات يستهدف بها الحوثيون الناقلات المتجهة إلى إسرائيل. لكن خطرا مدمرا قد يحول اليمن إلى كارثة مأساوية والبحر الأحمر كذلك، والعالم يترقب أي لحظة قد تحول الناقلة إلى انفجار شديد في البحر. فالناقلة التي تحمل 150 ألف طن من النفط الخام باتت الآن مهددة للبيئة البحرية واليمن كذلك، في حال انفجرت براميل النفط التي على متنها. الحكومة اليمنية أطلقت تحذيرا بشأن كارثة وشيكة مع توقع انفجار الناقلة أو غرقها، والتي جاءت في وقت رصدت فيه المهمة البحرية الأوروبية آسبيدس استمرار الحرائق على متن الناقلة في 5 مواقع على الأقل، بالإضافة إلى اشتعال جزء من الهيكل العلوي، سيما بعد أن قامت عناصر حوثية بالصعود إلى متن السفينة وتفخيخ سطحها بجوار فتحات الخزانات ثم التفجير عن بعد، وهو ما أدى إلى اشتعال الحرائق وسط مخاوف من غرقها أو انفجارها أو تسرب حمولتها من النفط. ومع المخاوف من كارثة بيئية كبرى، يكشف وزير الإعلام اليمني عن أن الهجوم الذي تعرضت له سونيون هو التاسع من نوعه منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي ضد ناقلات النفط في البحر الأحمر. مسؤولون في اليمن وخبراء البحار حذروا من عدم اكتراث الحوثيين لأي تسرب في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن على القطاع الاقتصادي والزراعي والسمكي على اليمن والشريط الساحلي والدول المتشاطئة والبيئة البحرية والتنوع البيولوجي للجزر الواقعة في المنطقة، إلى جانب مخاطر على الاقتصاد إثر تراجع حركة السفن في البحر الأحمر.